شعبي العزيز، إنني لا أريد أن أدخلك في الجوانب القانونية والسياسية لقضية وحدتنا الترابية ومختلف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي سبق لي أن تكلمت عدة مرات بشأنها، ولكني سأوضح لك الأسباب وراء بعض المواقف المؤدية للمغرب. إن بعض الدول تكتفي بتكليف موظفين بمتابعة الأوضاع في المغرب، غير أن من بينهم من لهم توجهات مؤادية لبلادنا أو متأثرون بأطروحة الخصوم، وهم الذين يشرفون أحيانا مع الأسف على إعداد الملفات والتقارير المغلوطة التي على أساسها يتخذ المسؤولون بعض مواقفهم. هذا كلام أقوله لك شعبي العزيز لأول مرة، ولكني أقوله دائما وبصفة خاصة لمسؤولي الدول الكبرى وللأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ومساعديه، غير أن السبب الرئيسي في هذا التعامل غير المنصف مع المغرب يرجع بالأساس لما يقدمه الخصوم من أموال ومنافع في محاولة لشراء أصوات ومواقف بعض المنظمات المؤادية لبلادنا، وذلك في إهدار لثروات وخيرات شعب شقيق لا تعنيه هذه المسألة، بل إنها تقف عائقا أمام الاندماج المغاربي. فشعبنا الوفي يتميز بإجماعه الراسخ حول وحدته الترابية وبتجنده الجماعي للتضحية في سبيلها، فالصحراء قد يترك المغاربة دون استثناء وأمانة في أعناقنا جميعا، كما أن المغرب ليست له ولله الحمد أي عقدة في التجاوب الإيجابي مع التطلعات المشروعة لمواطنيه أينما كانوا. وفي هذا الصدد فقد أقدمنا بإرادتنا الخاصة على إحداث مؤسسات وطنية وآليات جهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مشهود لها بالاستقلال والمصداقية، وذلك وفق المعايير الدولية، فضلا عن الدور الذي تقوم به الأحزاب السياسية والهيئات الجمعوية ووسائل الإعلام. ومن هنا فإن المغرب يرفض أن يتلقى دروس في هذا المجال، خاصة من طرف من ينتهكون حقوق الإنسان بطريقة ممنهجة، ومن يريد المزايدة على المغرب فعليه أن يهبط إلى تندوف ويتابع ما تشهده عدد من المناطق المجاورة من خروقات لأبسط حقوق الإنسان.